صباح الفل، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قلت الحق نفسي بقى معاكم كده ونقوم نشوف ورانا ايه ونبطل تعب وكسل وبرد. وبصوا، الحمد لله. المهم ان انتوا وحشتوني قوي من اخر فيديو نزلناه مع بعض. جايه لكم بقى النهارده فيديو جديد كده كله طاقه ايجابيه وكله حماس. زي ما انتوا شايفين نعمل اوضه محمد كلها من الالف للياء. هخلص الاوضه كلها معاكم ونخلصها سوا. من تحت السرير لفوق الدولاب. بصوا روتين كله تشجيعي بدأ معانا من السحور لحد تاني يوم. نشوف بقى هنعمل ايه في الأوضة. طبعا اليوم ده بيبقى عندي أكل، يعني أنا اليوم اللي بروق فيه بحاول إن أنا أظبطها بقدر الإمكان إن أنا يبقى عندي أكلي من قبلها بيوم، عشان ما بقاش واقفة بقى بشتغل وفي نفس الوقت يكون ايه ورايا أكل ودبكة مطبخ وكده. المهم زي ما انتوا شايفين كده انا هعمل الاوضه دي اول اوضه عندي في بره في الريسبشن. هي دي الوحيده اللي المدخل بتاعها في الريسبشن، اللي متابعني عارف شكل الشقه وكده. فقلت ان انا ايه ابدا بيها، بحيث ان انا عايزه اقفل الثلاث اوض بتوعي بالترتيب، وبعد كده يبقى عندي الريسبشن والمطبخ فيه حاجات بسيطه قوي. بس انا كان عندي لازم انضف اللي هو ايه تحت السراير والدولاب عندي، اظبط الدنيا يعني. بدأت اليوم معاكم بالسحور. كنت اليوم ده من قبلها بيوم كنت بشتغل كده زي ما انتوا شايفين. في السحور اول حاجه دخلت على الغساله، حطيت لها كده ملح ليمون. انتوا عارفين طبعا ملح الليمون ده من عند العطار 5 جنيه 10 جنيه. وكمان جبت لها خل سايب من السرجه. حطيت كده بحط لتر خل. ده كلام الفني اللي جه يصلح لي الغساله في مره بسبب الريحه بتاعتها. انا ما بحبش الريحه بتاعتها تكمكم او كده، بحس ان الريحه بتبقى في الهدوم نفسها. فقال لي من وقت للتاني حطي اللي هو ملح الليمون ولتر خل. انا كنت بحط كوبايه واحده الصراحه. فهو قال لي لا يا ماما، لتر خل كده هتطلقيه في قلب الغساله. فانا بصراحه يعني جبته من السرجه اليوم ده. قلت خلاص بقى بدل ما هو بره اصلا بيبقى غالي، والخل بتاع السرجه برده كويس ونضيف. فحطيت فيها كده وعملت لها دوره، وقلت ايه اما تخلص براحتها ابقى ايه انضف الفلتر بتاعها. بعمل كده كل قد ايه من اسبوعين لشهر، يعني على حسب ما انا بلاقي ان مثلا ريحه الغساله مش حلوه. وبرده حاولي على قد ما تقدري ان انتي بعد كل غسله تفضلي سايبه الباب مفتوح. انا كنت بصراحه الاول بحس ان شكلها احلى وهي مقفول، فبروح قافله باب الغساله. وبرده اللي معاها اطفال بيبقوا مجننينها شويه في حته ان الباب يبقى مفتوح، دي بيمسكوا الباب ويتشعلقوا فيه، فده غلط. فانا من يوم ما نقلتها كده في اوضه البنات بصراحه الغساله بعيده عن الاطفال خالص. فزي ما انتم شايفين كده شغلتها. بصراحه بشغلها على المده اللي هي بتاعه الغسل اللي هي العاليه 3 ساعات وشويه. ساعات ممكن اشغلها على فكره على ساعتين. بس انا بحب ان انا اعمل لها دوره محترمه كده اللي هي ايه يبقى فيها كمان درجه حراره عاليه. بصوا بتدي الغساله ريحه، يعني ريحه تانية خالص. تحس ان هي كمان بدات تنظف اكتر. فعملتها كده حطيت الملح زي ما قلت لكم، وحطيت الخل، وسبتها بقى مع نفسها شغاله. ودخلت نعمل السحور مع بعض. قطعت كده زي ما انتم شايفين بطاطس، وهنعمل بقى ايه سحور كده محترم، عشان عارفين ان احنا هنصحى تاني يوم هنظبط الدنيا ايه مع بعض. بصوا ده اللون بتاع الزيت بتاعي، مش عارفه فيه ايه. احطه في الطاسه. على فكره هي نفس الازازه، يعني ده زيت التموين اللي انا بعمل بيه التحمير. مش عارفه بحس تاني يوم انه لقط لون او لونه اتغير او تقل، مع اني انا عامله الطاسه بتاعت البطاطس حاجه، والطاسه لو بقلي حتى لو يعني لو قليت في قلب الطاسه دي اي حاجه تانية بغير، يعني بغير الزيت. فبس مش عارفه في ايه بصراحه، بحس ان هو في لون او غماء. مش عارفه زيت التموين ده بيبقى غريب، ساعات يفور وساعات يغمق كده، بيبقى في حاجه مش طبيعيه. المهم زي ما انتم شايفين كده نحمر بقى البطاطس. وجبت كمان المعالق بتاعتي كده قلت ارصها. كل حاجه بقى قدامي كده برجعها تاني مكانها، بحيث ان انا ايه يعني وانا واقفه في المطبخ. وانتي واقفه في المطبخ ايه بتعملي حاجه، حاولي ان انتي تنجزي كذا حاجه ايه انتي واقفه، يعني بدل ما نخرج بقى ونرجع نبص على الاكل. قلت ايه خليني كده. بصوا مواعين المطبخ في رمضان فظيعه، حاجه كده بتتكاثر. عندي ازمه في المواعين والله العظيم. يعني عايزه اقول لكم رغم التصوير، رغم اللي انتوا بتشوفوه ده اوقات كتير خلف الكواليس كده، عايزه اعمل لكم فيديو. والله العظيم انا باجي ساعات اشجعكم، ببقى انا اللي محتاجه التشجيع بتاعكم، ببقى انا محتاجه كلامكم ليا، فاهمين؟ ففي الوقت ده والله العظيم عايزه اقول لكم ببقى خلصانه، اللي هو الوقت اللي ما بين السحور للفطار. واوقات كتير كده بقالي كام يوم بتكاسل. بصوا بتعب ببرد بتغيير جو، فبصوا مخليني انا مش شايفه قدامي. فبروح بصراحه واكله من هنا وتلاقوني زي ما يكون دخلت في غيبوبه او اغمى عليا، مش عارفه. بس فالحمد لله زي ما انتم شايفين كده رجعت كل حاجه مكانها. في اليوم ده كان عندي المطبخ كان يعني ما شاء الله نظيف. كنت انا نظفت اصلا يعني حاجات كتير قبل التصوير. فاصلا كمان حوار التليفون بيعمل معايا عمايل وانا واقفه بصور، تلاقي المساحه خلصت. فبصوا مخليني في دبكه، خصوصا بقى ان احنا في ايام صيام كمان وكده، فمبقاش شايفه، عارفين اللي هو مش عارفه انا اتصرف ازاي ولا اعمل ايه. المهم زي ما انتم شايفين كده خلصنا بقى. قلت ايه
نشوف كده هنعمل ايه في الطماطم. كنت جايباها الشنطه يعني سودا وكده، فقلت لا خلينا نفضيها كده بالمره واحنا واقفين مع بعض، وبعد كده نكمل السحور. اي حاجه بقى قدامي في المطبخ في الوقت ده زي ما انا قلت لكم في الاول كده ايه بخلصها على طول اول باول. طبعا من يوم الاطعام، بصوا انا يوم الاطعام بتاعي ده اللي انا نزلته الفيديو اللي قبل ده، والله عايزه اقول لكم من بركه وحلاوه اليوم ان اليوم ده ما كانش فيه مواعين كتير، والله العظيم سبحانك يا رب، ولا كان فيه دبكه، ولا كان فيه شغل كتير قوي في المطبخ، ولا كان فيه تعب، ولا والله العظيم ثلاثة يا جماعه. انا زي ما بقول لكم انا قلت اليوم ده هيبقى هدى بالنسبه لي. انا ما حسيتش ولا حسيت وانا بودي الحاجه للناس بتاعتها، ولا مش ما حسيتش باي تعب ولا اي حاجه. بصوا الحاجه اللي بتبقى طالعه لربنا اقسم بالله بتبقى حاجه تانية خالص. المهم البطاطس كده قرب ما تتحمر بروح مشغله بقى ايه اعمل بقيه الحاجه اللي عندي، عشان برضو البطاطس ما تلحقش تبرد. يعني ايه بروح مطلعه مجهزه جبنه، مجهزه خيار، مجهزه على حسب كل يوم. والله بحاول انوع على قد ما اقدر، هي الاصناف، بس بحاول اشكل فيها عشان احنا ما نزهقش. مره اعمل فول ببيض، مره اعمل بيض بس بالجبن، مره اعمل بيض بالبلوبيف زي ما انتم شايفين، مره اعمله باللانشون، وقبل كده عملته معاكم بالهوت دوج او بالسوسيس. زي ما تحبوا يعني شكلوا وغيروا، لان هو ده السحور اللي تقدري تاكليه وانت مطمنه وانت مش خايفه ان ايه مثلا يجيلك حموضه او كده. انا بشوف ناس والله يعني بيقولوا لي احنا اتسحرنا بقيه الاكل الفطار. انا ما اقدرش، كل واحد على قد ما يعني على حسب ما يقدر. انا ما اقدرش، احس ان انا تاني يوم هتعب. يعني لما اكل طبيخ بالليل او كده احس ان هو بيحمي على القلب. مش عارفه، كل واحد على حسب برضو ايه متعود. بس انا بحاول ان انا اغير لهم او اشكل لهم هو بطاطس وفول وبيض وكده كل يوم، بس بحاول ان انا اجدد. مره اعمل فول بالزيت الحار والطحينه، مره اعمله بالبيض، مره اعمله بالزبده. نفسي اعمله فول بطماطم بس خايفه برضو، فاهمين يعني انا مش عارفه. بس يعني عموما كل واحد على حسب ما ايه يعني ما بيرتاح. جبت بقى مغرفه فول واحده، كنت هنا منمسه الفول في الحله التانية، فجبت بقى ايه مغرفه فول واحده. انا مرضتش ان انا انزل لكم الطريقه تاني، لان انا منزلاها هنا في اول الفيديوهات اللي انا نزلتها قبل رمضان او اول رمضان. فانا مرضتش ان انا انزل لكم الفيديو تاني لان هو موجود عندكم. بصراحه الطريقه تحفه وسهله وسريعه وما بيكملش 3 او 4 ساعات ويكون استوى ويكون بصوا القشره بتاعته دايبه. فهي دي الطريقه بتاعتي. طلعت بقى الفول وحط عليه حبه زيت حار، واحط بقى كمان نص ليمونه، وعملنا كمان البلوبيت بالبيض. بصوا على قد ما تقدروا شكلوا يعني، نوعوا بقى في الاكله بتاعتكم. انا بالنسبه لي السحور ده وجبه اساسيه. دي الطحينه اللي احنا كنا عاملينها لو تفتكروا قبل رمضان، بصوا لحد دلوقتي قاعده معايا كده، بس خلاص قربت تشطب يعني. هنا كمان حطيت جزء كده في قلب الطبق المتول ده، جزء جبنه اللي هي الملح خفيف او التلاجة على حسب ما انتي يعني موجود عندك. وهبدا بقى ايه ارش بقى، سواء ترشي حبه زيت زيتون، ترشي عليه حبه البركه، حبه سمسم، زي ما انت عايزه يعني. حاولوا ان انتوا تجددوا كده في شكل او في نوع الاكل عندكم، بحيث ان انت كل يوم تحسي ان انت بتشوفي حاجه جديده. حطيت كمان جبنه اللي هي الاسبريد اللي هي الطبيعي بتاعت ريماز دي. بصوا انا جبن ريماز بصراحه يعني مش بقول مش هشتريها تاني. الجبنه بتقعد يومين 3 اسبوع، والاقي يعني انا كنت جايبه معاكم عرضين جبن لسه صلاحيتهم لحد نص الشهر او لحد بعد نص الشهر بكام يوم. وهنا اتسحرنا وقمنا الاول، قلت اما اشطب المطبخ معاكم فبقول لكم بقى على الجبن. بلاقي يعني لقيت نوع من الجبن اصفر كده، نوع من ضمن الانواع اصفر ومرر، ودي مش اول مره ليا بصراحه. كنت عايزه يعني بصيت كده في تاريخ الصلاحيه لقيتها لسه فاضل لها اسبوع. كنت عايزه انزل لهم اقول لهم يعني انتوا بتعملوا عروض على حاجات هتبوظ ولا يعني؟ بصراحه زعلت قوي يعني، زعلت قوي واتضايقت. ليه يعني؟ ما حسيتش بصراحه ان انا هشتري تاني. كانت المنقذ ليا في ايام رمضان وفي الاجازات وفي قصدي في المدارس وكده، لان برضو سعرها بيبقى عرض، والعرض ده بيبقى 4/4 مثلا ب100 جنيه، فبيبقى كويس. فبس طول السنة يعني بيبقى عندهم ايه عروض، فانتوا طول السنة هتلاقوا عندهم العروض. لما تعوزي اشتري على طول اللي هو ايه على قد استخدامك، استخدام الاسبوع. يعني لو تشتري عرض كل اسبوع او عرض كل اسبوعين او هيكفي معاكي اسبوع ونص، ممكن تقسمي الشهر بتاعك. وخصوصا ان هما بيبقوا علب صغيرة يعني بتطلعي منهم على طول على الطبق. العلب بتبقى بلاستيك كده فحلوة، هتقفليها تاني، هتاخدي منها على قد احتياجك وتقفليها ايه تاني. وبرده العلب بتاعت ريماس دي انا ما بقتش يعني، انا بصراحة بقيت على طول بحوشها عندي عشان خاطر بحط فيها الحاجات في الفريزر. هي حلوة قوي وصغننة، حبيتها قوي
قوي في الصلصه بتاعه الطماطم. اما باجي اعمل صلصه طماطم هي اكتر حاجه بحبها العلب بتاعه ريماس صغيره على قد الطبخه او على قد الحله. فبصراحه بقيت ايه بقى، بقيت بجمعها كده وبروح ايه غسلاها غسله محترمه. وساعات على فكره لما بدخلها في غساله الاطباق مش يعني انا اوضه البلاستيك بتاعها اي كلام، فيعني هتبوظ بسرعه، لا ولا بتبوظ ولا بيجرى لها اي حاجه، بترجع زي ما هي وبترجع زي الفل نضيفه. بروح حاطه فيها ايه بقى، اما باجي اعمل صلصه الطماطم عدايه هعملها او كده او كميه، بروح مصفياها واروح حاطه على طول بالمغرفه في قلب العلب دي. سهله عليا جدا وبتستحمل برغم ان هي البلاستيك بتاعها خفيف، فبتستحمل كده معايا وانا بطلع منها الصلصه وبغسلها تاني واستخدمها برده ايه تاني. هنا خلاص كنا قربنا بقى نخلص الحوض بتاعنا عشان ننام ايه، نبقى عارفين هنصحى تاني يوم ورانا روتين خلاص هو يعني هنخش عليه على طول. ناخد معانا بقى ايه، نغسل الحوض كده، نشيل الصفايه وبشيل كل الحاجه اللي انا صفيتها عليها اللي هي البواقي بتاعه الاكل وكده. وبعد كده زي ما انتم شايفين كده ايه، غسلت الحوض برضو ايه غسله محترمه كده، اديته دعكه محترمه بحيث ان انا ايه ابقى قايمه الصبح شايفه المنظر قدامي حلو. بصوا بقى ده اكتر حاجه بتشجعني الصبح. عارفين لما بقوم افتح عيني كده واخرج من اخر الطرقه بتاعه اوضه نومي وادخل ابص كده في وش المطبخ الاقي فيه مواعين، بالنسبه لي اليوم بيتقفل والله، ببقى متضايقه. المهم تاني يوم بقى كده ايه، قلت اما اول حاجه اعملها اما صحينا الشقه كانت عندي زي الفل بصراحه، فقلت ايه خلينا يعني نطبق الغسيل ده. غسيل كنت مطبقاه لما يعني من على الحبل ومطبقاه ملايه وشال وحاجات كده بسيطه قوي. بس طبعا لو سبتهم برضو الغسيل والمواعين فيهم حاجه غريبه بيتكاثروا. فايه زي ما انتوا شايفين كده حطيت الغسيل كله جبت الطبق وقلت عشان ادخلهم ايه على طول على اماكنهم، يعني رجعهم اماكنهم وندخل بقى نشوف اوضه ايه محمد. فانا عندي الاوضه دي الوحيده اللي في الريسبشن، هي اللي بابها في الريسبشن يعني. قلت بقى خلينا نشوف الدولاب تحت السرير ورانا ايه مدعكه. اول حاجه كده شلت المخدات بتاعتي وشلت الحاجات دي بره كده في قلب على الكنبه بره. انا مش عايزه حاجه يعني، عايزه الاوضه فاضيه عشان هطلع الحاجه اللي تحت السرير كلها واحطها ايه قدام حضراتكم هنا بره. انا ما عنديش والله يا جماعه الحمد لله ما عنديش، بقالي بتاع سنتين داخله في سنتين ما عنديش كراكيب، ما عنديش حاجات تضايقني وحاجات ملهاش لازمه. السرير ده بقى حاطه فيه ايه تحتيه ايه الكراكيب. الكراكيب دي عباره عن ايه، مش كراكيب اللي هي بقى حاجات ملهاش لازمه، لا حاجات بستخدمها بس حاجات يعني ايه، يعني مش بستخدمها الا كل على فترات. الكولمان الكبير ده بس بطلعه في المصايف. الحوض ده اللي فيه حاجه الكهرباء، في عندي حاجات ناقصه في الكهرباء، ففي حاجه الكهرباء بتاعتي اللي لسه هكملها ان شاء الله في الريسبشن وفي المطبخ. بقيه البويه اللي انا او البويه اللي انا هعمل بيها مثلا ان شاء الله السنه دي معاكم الريسبشن، في يعني البواقي بتاعتها اللي انا ممكن ادهن بيها جزء كده في قلب الريسبشن اتبهدل او حاجه او لونه اتغير كده يعني. شنطه السفر، البرطمانات الازاز دي ملهاش مكان عندي اللي بعمل فيها المخللات، فبرضه ما عنديش اللي هي كركبه قوي. هو ده السرير الوحيد كمان اللي بقول عليه فيه كركبه، السراير التانية لا. سرير اوضتي هوريكم فيه ايه واحنا ان شاء الله بنعمله. وسرير اوضه البنات السريرين تحتيهم السجاد بتاعي بس. فشلت كده كل حاجه وهبدا ان انا الم كل الحاجات اللي في الارض دي الاول، التراب والكلام ده، وبعد كده بزق السرير زي ما انتم شايفين كده، بروح كنسه من وراه. الرخام اللي انا شلته ده يا جماعه الرخام اللي هو بتاع المطبخ، بصوا وقع اتكسر وانا بزق السرير غصب عني. الحمد لله ان انا ايه ما كنتش حاطه رجلي. فده الرخام اللي هو المفروض مش بتاعنا بقى، المفروض ان هو الصنايعي هياخده. اللي عمل لي المطبخ هو حط لي جزء بدل جزء ودفعت الفرق، فاهمين. فانا بصراحه كنت حاطاه في البلكونه جوه، فلقيته الموضوع عنده مطول وقال لي ما عنديش مكان، رحت حطاه تحت السرير. قلت الحين ما يجي بقى ايه ياخده يبقى ياخده بدل ما يتكسر، وفعلا اتكسر عندي وده غصب عني بقى هعمل ايه. فزي ما انتم شايفين كده برضو جبت الجردل والشرشوبة وفيها حبة جنرال. ولمعت كده ورا السرير كويس قوي، وبعد كده هرجعه مكانه وابدا امسح من تحته. المشمع بقى اللي انا حطاه ده، انا على طول بحط المشمعات اللي هي ايه تحت السرير دي. المشمع اللي انا حطاه ده غسلته، وكنت في الوقت ده نشرته بره على الحبل، يعني اديته شطفايه كده محترمه في قلب طبق في الحمام بحبه اريال. وبعد كده دخلته كمان عشان ما يعملش ريحه ينشف، نشرته كده على السور في البلكونه، ما بيكملش 3 دقايق ونص على ما بخلص السرير بيكون هو ايه نشف لانه بلاستيك. زي ما انتم شايفين كده يعني الدنيا عندي كانت متروقه الى حد ما فيش حاجات تتعبني. بس ايه قلت خلينا برضو نعمله قبل العيد. انا كنت على فكره لسه عاملاه معاكم من فتره قريبه كده اللي هو قبل رمضان، بس برضو قلت خلينا نعمله تاني. بحب قوي ان كل حاجه في العيد تبقى ليها زهوه، وابقى انا قاعده كده وانا شامه ريحه النظافه وانا عارفه ان ده نضيف وده نضيف وده نضيف.
البانيو بقى ده، الحوض ده انا جبته. انا كان عندي واحد تاني على فكره زي الحوض ده كبير كده بنفس الحجم، لان ده اللي كان في مطبخي الاولاني خالص. ما جيت اجدد ما كانش معايا فلوس اعمل مطبخ، فالراجل قال لي هاتي حوض تاني عشان حوضك مخروم، فجبته بقى ايه نفس الشكل اللي كان عندي. فطبعا الحوض لما انا جيت اركب المطبخ، المهندس بتاع المطابخ قال لي ده كبير قوي، هياكل عندك نص المطبخ، هياكل مساحه كبيره قوي. بصراحه خلعته وانا كنت لسه مركباه ما كملش 4 5 شهور. فان شاء الله باذن الله قلت بعد فتره كده هعرضه وابيعه وهو جديد والصرف بتاعه نضيف وكل حاجه جديده فيه. فما كملناش يعني. فانا غسلته وظبطته وحطيته تحت السرير زي ما انتم شايفين كده، ورحت لما فيه كل حاجه الكهرباء بتاعتي حطيتها تحت السرير، اللي انا ايه الحاجات اللي هي الجديده اللي انا لسه هستخدمها او اللي انا لسه هغيرها. بس فرجعت بقى كل المشمع كده تاني فرشته، وهبدا اجيب كل حاجه كده كانت تحت السرير اديها تلميعه، هو نضيف برده ما شاء الله مش وسخ قوي، وهبدا ان انا ايه ارصها تاني تحت السرير. شنطه السفر دي جواها ايه شنطه بلاستيك فيها يعني شنطه كده بلاستيك فيها سوست بتاعه بنطلونات وحاجات من دي. وده الجردل الموب بتاعي اللي هو الاولاني اللي هو الشرشوبه اللي هي الدواره دي برضو حطيتها. ودي مطبقيه كده حديد. بصوا الحاجه عندي معروفه هي ايه. وده الصب بتاعي اللي هو الفردة الصب بتاع الصب الاساسي اللي عندي. فبرضه بدأت ارجع كل حاجة مكانها. ما تعبنيش بصراحة تحت السرير غير الدولاب، يعني ما تعبنيش غير الدولاب. هنا بدأت ابص على الحاجة لقيتها فعلا هي حاجة الكهرباء، فسبتها بقى ايه تاني. رجعتها بقى وشكلها ما كانش الطف حاجه، بس يعني ما عنديش حل تاني، هي شنط فيها حاجات الكهرباء بتاعتي. كمان هنا بقى هروح مرجعه الرخام بتاعي واحده ورا واحده كده. اي نعم هو تقيل، بصوا طلع عيني. فان شاء الله المره الجايه يكون هو اخده بقى، واكون انا ايه ما فيش عندي التقل ده ولا التعب ده وانا بشيل تحت السرير. المهم رصيتهم بقى تاني كده زي ما حضراتكم شايفين. بصوا والله العظيم اخر حته دي لما باجي انزل الرخامه كده واسيبها خالص واطلع صوابعي من تحتها بتكون صوابعي اتهرست كده، وما كانش معايا بقى حد وقتها يعني يرفع معايا او كده. المهم رصيتهم الحمد لله ربنا عين. بس عايزه اقول لكم ان فعلا لما بتيجي على نفسك، المخده اللي هناك اللي انا حاططها دي مخده فايبر ما فيهاش اي حاجه، بس انا كنت الاصول يعني ان انا احطها في كيس قبل ما اشيلها. مش عارفه ايه اللي خلاني ما احطهاش، ما شفتهاش الا معاكم دلوقتي. المهم يعني ان انا عايزه اقول لكم يعني ما تشيلوش حاجات تقيله، ما تجوش على نفسكم. انا قعدت اليوم ده ركبتي كانت تعباني جدا ومش فاهمه بجد، يعني كان وجع فظيع، وانا عماله اقول انا عملت ايه انا عملت ايه. افتكرت ان انا شلت الرخام. فبجد لو مش قادرين تشيلوا الحاجه استنوا لما حد يكون معاكم وشيلوها، عشان خاطر لما الواحد بيجي على نفسه في ايام بالذات زي كده ممكن حاجه زي دي تعطلك اسبوع. يعني ممكن حاجه زي دي تعطلك تقعدك اسبوع او تقعدك وقت طويل جدا لو الرخامه لا قدر الله وقعت على رجلي او كده. قلت كمان بالمره بقى اطلع الكومودينوهات، الكومودينو يعني الادراج قصدي، لمعها كده. هي كانت نظيفه بس مش مفروشه، او الفرش اللي بيبقى فيها اللي هو المشمع هما بيشيلوه، فيعني حتى لو عيل شاله مش بيحطه مكاني. المهم طلعت كده وبقيت المع المشمع. ما فيش حاجه عندي يعني محتاجه غسيل او كده. زي ما انتم شايفين كده لمعت كده كله، خليت الكومودينو زي الفل، وهبدا احط المشمع بتاعي اظبط كده المقاس بتاعه. وهبدا ان انا ارص برضو. انا طلعت الكتب وما خليتش الكتب عندي في الكومودينو عشان خاطر ايه ما يبقاش شكلها مش حلو. وهي اصلا كده كده انا عندي التسريحه بتاعته عامله له اول رف فيها للكتب بتاعته عشان هو ما عندهوش مكتب يعني. فانا حاطه له في اول رف كده في التسريحه الكتب بتاعته. فطلعتهم كده زي ما انتم شايفين، وهبدا ايه اعمل كمان الكومودينو التاني. بصوا ده الزباله اللي جنب الكومودينو دي اللي احنا طلعناها لما زقينا السرير، كل الحاجات دي كانت واقعه ورا السرير. برضو بنفس الطريقة كده لمعت. لو انتي شايفة ان الموضوع او في زبالة كتير في التراب قصدي في قلب الدرج، ممكن تجيبي البوز بتاع المكنسة بتاعتك او الجزء اللي هو بيبقى بنشفط بيه الانتريه او كده، تجيبيها وتروحي شفطة كل اللي فيها كل التراب وكده. كمان مسكت الدولاب بقى. بصوا كان هنا خلاص فقربنا على المغرب، وكانت والدتي كمان جت فقربنا ان احنا نفطر، فقلت لها بالمره فاضل لنا ساعه نحاول ننجز فيهم ايه الدولاب. زي ما انتم شايفين كده طلعت كل الهدوم كان معظمها اصلا متطبق. فيا دوبك احنا بس هنغير الرصه، هنزل الصيفي، هقرب الصيفي وهشيل الشتوي، ارفعه يعني في اي رف فوق، واخلي اللي هو اللي هيلبسه يبقى قريب لي. انا عامه حاطه لمحمد الصيفي والشتوي في نفس الدولاب. زي ما انتم شايفين بقى بدات انزل كمان الصيفي. ماما كانت قاعده معايا هنا على السرير الناحيه التانية، يعني الله يعينها بقى، كانت عماله بصراحه تطبق لي وتقول يعني وترص. بس انا بفضل اقول لها مثلا الترنج ده التيشيرت ده بتاع البنطلون ده كده يعني ده صيفي ده شتوي كده يعني.
فزي ما انتم شايفين كده نزلت بقى كل حاجه، وطلعت كمان المنظم اللي فيه الملابس الداخليه ده، وهنزل الكراتين دي فيها ملايات وكده ومفارش. هنزلها كده وهبدا ان انا افضي كمان الرف اللي فوق. الرف طبعا بخرجه، بروح شايله المشمع بتاعه واروح ملمعاه كده، مدياله تلميعه ومديه للمشمع بتاعنا تلميعه، وايه بروح فرشه تاني. عامه اصلا البخاخ اللي معايا ده انا على طول بنضف بيه. حاطه فيه جنرال، حاطه فيه حبه صابون سائل، ساعات بحط كلور، كل ده على بعضه كده. اللي بيتكلم عن خلط المواد الكيميائيه انا مش بشمها عامه، انا يعني بروح حطاهم في قلب البخاخ وبروح بخها. ممكن تحطي حبه خل في قلب البخاخ، او ممكن تجيبي ملمع الخشب زي ما تحبي، بس انا بحس ان ملمع الخشب لما بيكون على حاجه فيها تراب كتير مش بينضف، فيعني على حسب ما انتي ترتاحي برضه. بدأنا بقى هنا ننظم كل حاجة، الغيارات الداخلية كل حاجة بدأنا ننظمها كده في قلب المنظم، وكمان نطبق الهدوم بتاعته. وهبدأ على طول ان انا ارجعها تاني واشوف الضلفة اللي بعدها. يا ريت بقى لو وصلتي لحد هنا في الفيديو ما تنسيش تنزلي تحت تدوسي على علامه الاشتراك لو لسه مش مشتركه معايا في القناه، وكمان تفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك اي فيديو جديد انا بنزله. ولو انتي مشتركه معايا تنزلي تحت تدوسي على علامه اللايك وتسيبي لي كومنت حلو، عشان ببقى عارفه ان اللي بيسيب لي كومنت تحت ده مشترك معايا وبيحبني بصراحه. فتنزلي تحت تدوسي على علامه الاشتراك زي ما قلت لك. وكمان لو انتي بتحبيني او حبيتي الفيديو او استفدتي منه تنزلي تحت تدوسي على علامه الاشتراك، وكمان تعرفيني ان انتي مشتركه جديده في القناه عشان انزل تحت ارحب بيكي. طبعا كل اللي بيدخلوا جداد عندي في القناه شرف ليا وجودكم، والله بتكتروني وبتنوروا العيله بتاعتي. بدأت بقى ارص كده الشتوي فوق زي ما انتم شايفين. بس هسيب له بس كام ترنج كده على بره، هو بيلبسهم على طول او اللي دايم في اللبس بتاعهم بسيبهم كده على بره قوي. وبعد كده هروح ايه حاطه الترنجات اللي هو مش بيلبسها قوي او مش بيلبسها كتير اللي جوه. والصيفي ده لقيته كويس، يعني اللي هو اللي مرصوص في الدولاب ده لقيته كويس والرصه بتاعته كويسه، فخلاص انا بس اللي طلعته هطبقه وخلاص. ندخل بقى على تاني ضرفه اللي هي بتاعه الملايات، زي ما انتم شايفين متكربسه، اللي فيها الملايات والمفارش بتاعتي والدفايات والكبرتات. بصوا كانت متبهدله قوي. طلعتها بس بصراحه كان خلاص المغرب هيأذن وكده، فطلعتها ورصيناها على طول بعد الفطار. وبس عرفت اصورها لكم بقى بعد ما رصيناها، لان خلاص كان الوقت ما كانش فيه، يا دوبك سخنت الاكل وحطيته وفطرنا. بصوا بقى وريتها لكم كده بعد الفطار، كانت بسم الله ما شاء الله زي الفل. طبقناها وخليناها زي الفل، وبرده نزلت ولمعت، كان الدولاب كله بصراحه زي الفل. يا رب يكون الفيديو عجبكم ويكون خفيف على قلبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.